فنسيت اشتركتكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجه بقى صلوا بينا على النبي، ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه وفي السودان. نزلت كده انا الفرعون الكبير الصغير، لقينا واحد راكب على التوك توك ده، بقول له يا فرعون عايز اصور معاك، قال له يا عم اتكل على الله، راح شده منزله، ورحت راكبه انا وهو كده وخدني وراه في الشارع، وهوبا كنت هشقلط. الظاهر والله اعلم انا ما بعرفش يسوق. قال لي تعالى ما اجيب لك تين شوك، قلت له انا ما بحبوش عشان بيشوك. قال لي ما انت اغسليه كويس وقشري، قلت له هو بيتقشر؟ راح سحب بقى فلوس من مكنه الاي تي اس، راح اشترى لي بقى شويه شيبسيهات وشويه كاراتيهات وشويه حاجات بس بره المقاطعه طبعا. ليه؟ عشان الضرر، عشان الحاجات دي مضره بالصحه، عشان تضر صحته وتموت ويتفك منه ويرتاح. وتعالوا بقى اقول لكم فزوره في السريع البريع، ايه هي الحاجه اللي قد الكف وبتلف الدنيا لف؟ اللي يعرف يكتب لنا في الكومنتات، واللي ما يعرفش يقول سبحان الله او يستعين بصديق. راح جاب لي عصير من ده اللي ما شربتوش من ايام ما كنت في سنه ثانيه ابتدائي، جاب فولت ده مش عارفه فولت ده مقاطعه ولا، قلت له بلاش منه. وعصير من ده شربته لما كنت في ثانيه اعدادي، والبتاع ده عصير من زمان من سنين السنين. الحاجات دي مضره بالصحه، انما الحاجات دي مش مضره. وقال بقى نجيبوا شويه بسكوتات وشويه حاجات عشان الصحه، وقعد بقى يختار شويه سناكس وشويه الحاجات اللذيذه اللي بيقولوا بتخن دي. والله ما تخنت برضه ولا في فايده، مفيش فايده. وحتى سندوتشات قلت له اهم حاجه بقى تجيب لنا الزبادو عشان انا بحبه، هات لي واحده جلاتي يضطر علشان الجو حر نار. قال لي ايوه ما انا عارف الدنيا ساقعه جدا. رحنا بقى معبين الحاجه وراح محاسب عليهم، جبنا الحاجات دي كلها، تخيلوا بكام المؤمنين؟ ب 20 جنيه بس. دفع ال 20 جنيه 4 خمسات وراح واخد بعضه وراح طالع وهو زعلان. قلت له انت زعلان انت مش مبسوط؟ قال لي تعالى نجيبوا شوايه عشان نشوي فراخ. قلت له الفراخ غالي، احنا نجيبوا شوايه نركنوها. قال لي مش مشكله. قعدنا بقى نختار ناخد الشوايه دي ولا ناخد الشوايه دي. في الاخر جاب بقى ابن الضاني يختار معاه، قال له هات بقى الشوايه ام متخانه من فوق ديت عشان تشوي كده وتظبط حالك. قلت له بقول لك ايه، تجيب لنا واحده صغيره وخلاص زي حالات عشان تعرف ان انا قصيره ومش طالع ناشف. قال لي وعادي. قلت له عادي وعادي وعادي. انا عايزه اطلب منكم طلب بقى، فهل هتنفذوه؟ عايزاكم تدعوا لنا دعوه حلوه كده من قلوبكم في الكومنتات. قعدوا هنا مفكرين نفسهم لسه جايين من حرب قريش، كانوا بحرب قريش وجايين عمالين يتبرزوا بالسياخ بتاعه الحديد. وانا بقى جبنا 2 كيلو فحم وكيلو عنب، ما اعرفش ايه العلاقه بين الفحم والعنب بس مش مشكله. رحت بقى قلت له طب انا عايزه تين. قال له يا عم ده ربع كيلو تين. قلت له ربع كيلو؟ طب بتعملني كده ليه؟ قال لي ربع كيلو كفايه عليك عشان ما تزوريش. ما زورش هو اي هاتش في اي حوار. وانا بقى قلت له طب انا عايزه مانجا. قال له يا عم ده منجايه. قلت له ايه ده انت بتعملني كده ليه؟ طب هات شويه لب عشان نقزز ونطفوا على بعض. قال لي اكل جبنه تركي احسن. ليه بقى؟ عشان احنا اصلا واساسا عندنا عزومه فعازمين الناس عليه. رحنا بقى جبنا شويه جبنات وشويه لانشوهات وشويه حاجات. راح دخل بقى الراجل قاعد يحب واحده من في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت وتحت وفوق، واديله ود اديله ود اديله ود واديله لحد ما ادانا على عينينا بالاسعار طبعا. قلت له طب انا عايزه رنجان بطرخه فيها بطرخ رمله زي دي. قال له هاتها لي يا عم. قال لي انت عارفه ما عادش هاخدك في مكان تاني عشان انت عامله زي العيال الصغيرين بتفضلي تقول انا عايزه انا عايزه انا عايزه. قلت له لا انا مش مراتك وملزمه منك. طب هات لي بقى عشان انت بتقول كذا كذا، هات لي بقى شويه بانيه. تخيلوا يا مؤمنين كيلو البانيه وصل 190 جنيه. هو رخيص كده ليه؟ والله ما انا عارف. وخدنا بقى شويه البانيه ورحنا مروحين، وصلنا كده الموقف. اللي يعرف بقى الموقف ده فين ما تنساش يكتب لنا في الكومنتات. دخلنا كده ومستنيين العربيات عشان تيجي، والدنيا كانت زحمه وحر ما كانش في حد خالص. مسكت الهوا ده فضلت اهوى على نفسي، قلت للبنت روان تعالى هوى عليك عشان الدنيا حر جدا. جت هوى على نفسي لحد ما العربيه جت. اهم حاجه تبسطوا نفسكم وتدلعوا كرشكم باقل الامكانيات وما تستنوش من حد يبسطكم. وانا عم الحاج كان واخد البان بتاعه ومروحنا عشان الدنيا كانت ضلمه، وانا بصور نفسه سيلفي كان مبسوط بنفسه مش عارفه ليه. وزي ما انتم عارفين بقى ان ديت الوحده المحليه لقريه بلاكتر الشرقيه، هل انتم عارفينها يا جماعه؟ لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، تتمنى من قلبكم الخير. يلا بقى سلام عليكم.